بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معاكم أخوكم فتحي، والنهاردة هنطبق بقى عملي في الدي اتش سي بي سيرفر. كنا عملنا في المحاضرة اللي فاتت اد للرولز بتاع الدي اتش سي بي سيرفر. هنا هتلاقي فينا الدي اتش سي بي في التولز، تلاقي في دي اتش سي بي. هتروح هنا اول لما هتفتح هتلاقي ان الاي بي فيرجن 4 والاي بي فيرجن 6 عليهم علامه حمراء كده، معنى كده ان هو مش معمول له اوثرايز. هتروح تقول له تديله صلاحيه ان هو يعمل اوثرايز، ان هو يقدر ان هو يوزع اي بيهات. فتقول له كليك يمين واوثرايز. هتلاقي ان هنا العلامه هنا قلبت اخضر دلوقتي، بحيث ان هو كده قادر ان هو يوزع اي بي. تمام. فينا عندك هنا زي ما انت شايف فينا أربعة هنا، أربع تابات أهو. شوف علم أخضر أهو عليها صح. فينا أربع تابات موجودين في السكوب. أنا كنت مديله قبل كده سكوب أهو، ده أنا كنت مديله من 15 ل 100. هنروح هنا نقول له ديليت عشان ندي سكوب من جديد. طيب هتروح هنا تعمل هنا كليك يمين وتروح تقول له نيو سكوب. تمام. نيكست. تروح تسميها أي اسم. تمام. هنا نيكست، او تخليه مثلا باسم 10.0.0.10 مثلا، يعني مش تفرق. هتروح هنا بيقول لك هنا الاي بي ادرس رينج، بيقول لك ادي الرينج اللي انت عايز توزع منه. تقول له مثلا من 10.0.0.10 ل10.0.0.150. تمام. وهنا السبنت السبنت مصر. تمام. بيقول لك هنا في اد اكسكلوجنز، بيقول لك لو انت عايز تستثني اي بي، الاي بي ده ما حدش ياخده خالص. يبقى انت مثلا عايز تخصص مثلا اي بي للبرينتر مثلا. فتروح تقول له هنا 10 مثلا .0.0.50. انا عايز ال50 ده محدش ياخده. تقول له هنا اد، فهنا يضاف هنا. طيب عايز تضيف رينج، يبقى تعمل من هنا من الستارت وتكتب في الاند. تمام. طيب ممكن نطبقه عشان نوريك برضو الريزرفيشن. تعملها نيكست. هنا بيقول لك الايام اللي الدي اتش سي بي سيرفر المده دي لو خلصت خلاص، يبقى الاي بي ده هيرجع للدي اتش سي بي سيرفر. او الديوريشن برضك اللي انا بروح اديها لل الدي اتش سي بي كلاينت، الكلاينت اللي عندي او الموظف اللي عندي في الشركه، بديله 8 ايام ديوريشن. تمام. نيكست. بيقول لك انا عايز اعملها دلوقتي. هنا بيقول لك الجيت واي. لو انت عندك مثلا جيت واي، عندك راوتر، تقول له مثلا 10.0.0 مثلا. لو الراوتر عندك مثلا مديله مثلا واحد او اي حاجة. طيب احنا ما عندناش راوتر، فنمسح الكلام ده. تمام. انا عايز اطبق على فتحي دوت لوكال اللي هو مين، السيرفر بتاعي. تمام. نيكست. وهنا في حاجه اسمها الوينز سيرفر، دي برضو تعتبر يعني هي زي الدومين سيرفر او الدي ان اس سيرفر. هنتكلم فيها بعدين، يعني هي برضو يعتبر ملهاش لازمه قوي. هنا فينيش. تمام. هتلاقي في هنا السكوب بتاعك ظهر في هنا 10 اللي احنا سميناه 10.0.0.10. تمام. هتروح كده تضغط عليه، تلاقينا الادرس بول. هنا بيقول لك اهو 10.0.0.10 ل 10.0.0 150 دوت الادرس رينج بتاعك. طيب ال50 ده اللي احنا عملنا له ريزرف، عملناه اكسكلوشن، ان احنا حجزناه ان محدش ياخده. تمام. طيب هنا بقى الريزرفيشن لو انت عايز تحجز اي بي لجهاز. طيب هنا في الاول الادرس ليسز. طيب هنا لو بتظهر بقى، بيظهر الاجهزه بتاعتي. لو انا عندي جهاز كلاينت راح خد اي بي من الدي اتش سيرفر، بيظهر هنا اسمه. طبعا هوريك دلوقتي. نروح نفتح بالمره
الويندوز 10 بتاعتنا، على بال ما ما تفتح نكون احنا نشرح هنا شويه. طيب فينا ريزرفيشن، عايز تروح تعمل نيو ريزرفيشن، تروح تقول له مثلا اسم الريزرفيشن ده كومب مثلا 5، تروح تحجز له، تقول له 10.0.0 دوت مثلا 51 احجز له. والماك ادرس بقى، الماك ادرس ده هنا اهم حاجه. طيب تجيب الماك ادرس، تحط الماك ادرس. انا ممكن اجيب لك الماك ادرس بس لازم يكون في اجهزه داخله على الشبكه. بعد اما نخلي الويندوز تنفتح هنا اهو، هتروح تكتب الباسورد. تمام، هو كان شغال اساسا على الايثرنت اهوت. هتروح هنا على النتورك اند شيرنج سنتر. هو هنا برضو على فكره فتحي دوت لوكال، هو واخد من مين؟ قبل ما يحمل، نحمل هنا اهو. طيب هو واخد من مين اهو؟ فتحي دوت لوكال. تروح تعمل بروبرتيز. احنا كنا قبل كده، هو هنا ليه؟ لان هو فتحي دوت لوكال، لان هو ممبر اوف دومين. تمام. احنا كنا عاملينه قبل كده ان هو ياخد اي بي مانوالي، دلوقتي هنروح نعمله اوبتين اللي هو يبقى اوتوماتيك. طيب هنا في البروبرتيز، وبس لان انا بطبق عليه كذا حاجه في نفس الوقت ومن كذا حته، فبيبقى الجهاز بطيء شويه. طيب هنا فتح اهوت، هتلاقي فيه الاي بي فيرجن 4 بروبرتيز. هتلاقي ان احنا كنا قبل كده كنا عاملينه مدينه 10.0.0.8. هتلاقي لو انت مطبق معايا ومتابع معايا 10.0.0.8 كنا مدينا سبنت ماسك، كنا مدينا هنا مين؟ السيرفر. طيب هتروح هنا تعمله اوتوماتيك، وتعمل ده برضك اوتوماتيك. تمام، تضغط على اوكي. تمام، وهنا كلوز. تروح تعمل هنا، تعرف بقى هو خد منين او خد كام. كليك يمين بروبرتيز، هتلاقي في الديتيلز. طيب احنا ممكن نروح هنا. طيب هنا هتلاقي هنا في الستاتس، تلاقي هنا في الديتيلز. هتلاقي واخد 10.0.0.15 و255.0.0 اللي هو السبنت ماسك. وبيقول لك ان انت خدته النهارده الجمعه، هيخلص معاك يوم يوم السبت. والدي اتش سي بي سيرفر مين؟ 10.0.0.1 اللي هو السيرفر اللي هو الاكتيف دايركتوري، وعليه الدي ان اس اللي احنا كنا اللي هو ده الاكتيف دايركتوري، وعليه دي ان اس، وعليه الدي اتش سي بي سيرفر. تمام، تروح هنا تعمل هنا كلوز. طيب في بقى مشكله ساعات بتحصل، ان انت بعد ما تروح تفتح هنا في الجهاز بتاعك، تفتح الاوتوماتيك، تلاقي ان الايه الجهاز بتاعك واخد من اللوكال دومين. يعني انت في لو جيت في الديتيلز، هتلاقي كده فوق كده مكتوب لوكال دومين. لوكال دومين ده يعني يعني الفي ام وير، الفي ام وير اللي هو التطبيق بتاعك او الابلكيشن بتاعك عليه دي اتش بي سيرفر. برضك لازم ان الدي اتش سي بي سيرفر دوت يتلغى. ليه؟ لان هو في واحد بس دي اتش سي بي سيرفر هو اللي بيوزع، اللي انا اديته الاوثورايز اللي هو ده. تمام، نروح بقى هنا نقفل الجهاز ده.
ونروح على الويندوز سيرفر. تمام. وتروح هنا تديله ايه الماك ادرس بتاع الجهاز بتاعك اللي هو ده مثلا، وتروح تقول له اد ريزرفيشن، هتلاقيه يظهر لك هنا. طيب اهو ظهر هنا اللي احنا كنا لسه من شويه 10.0.15 كمبيوتر 5 دوت فتحي دوت ايه دوت لوكال، اللي هو تبع مين؟ هو منبر من الدومين. بيقول لك ان انت الليس اكسبيريشن لحد كام؟ لحد 16/5، وهو نوعه دي اتش سي بي، وده الايه الماك ادرس بتاعه، وفول اكسس، يبقى ايه ومديله الاو، يبقى دوت الايه. طيب انا عايز احجز له مثلا، عايز احجز للايه السيرفر ده. هروح احجز له منين؟ من هنا، عملوا لنا الادرس انه يوزر ريزرفيشن، وراح اطبق. طيب انا ممكن اروح اجيب الماك ادرس، بس انا شايف ان هي ملهاش لازمه يعني. تيجي الماك ادرس هتروح تعمل اي بي كونفج في التيرمينال، هيطلع لك الايه الماك ادرس بتاعت الناس اللي عندك، تاخد الماك ادرس كليك كوبي وتجيبه هنا بيست. طيب فينا السكوب اوبشن. السكوب اوبشن هنا بقى ديت حاجه مهمه جدا في الدي اتش سي بي سيرفر. انت ممكن من هنا تروح تقول له هنا configuration option. تمام. بتلاقي هنا في عندك هنا ايه كذا سيرفر، ممكن تروح اي سيرفر من دولت اهوت وتروح ايه تفعله. تروح تقول له مثلا هنا اسم السيرفر بتاعك، مثلا لو انت عندك هنا راوتر مثلا اهو، تروح تكتب اسم الراوتر وتكتب الاي بي بتاعك. طيب انا عايز هنا اروح اعمل دي اتش سي بي سيرفر في كل حاجه، في مثلا هنا اللوك، الدي ان اس، الكوكي سيرفر. تمام. ممكن تاخد اي حاجه من دولت، يعني انت ممكن تبقى الدي ان اس بتاعك تضيفه من هنا. تمام. الدي ان اس بتاعك تضيفه، هو هنا الدي ان اس اهوت معمول ايه، ممكن يكون مش متضاف، او انا هنا عشان هنا عامل دي ان اس، عامل يعني انا فعلت الدي ان اس وطبقت عليه، وعملت ان الدي ان اس بتاعي ايه سيرفر 10.0.0.1، ممكن يكون هو ما كانش متفعل، فتروح ايه تفعله وتحط الاسم بتاعه وتحط مين الاي بي بتاعه. يبقى ايه هنا فينا كنز، ممكن منها تفعل اي سيرفر، اي سيرفر موجود عندك في الاوبشنز، في السكوب اوبشن ممكن تفعل منه. في عندك هنا البوليسي ديت اللي احنا هنروح نطبق منها ايه في الموضوع اللي احنا كنا اتكلمنا عليه. قلنا عندك راوترين، وعندك عايز تطلع الماركتنج من راوتر، مثلا السيلز من الراوتر التاني، وتعمل التاني يبقى باك اب ليه. هنطبق برضو على الكلام ده، بس ده في الفيديو التاني عشان الفيديو ما يبقاش طويل. في برضو هنا السيرفر اوبشن. السيرفر اوبشن يعتبر هو زي الايه برضو الايه السكوب اوبشن هنا، بس ده هنا خاص بالسكوب بتاعي، السكوب بتاعي اللي هو مين 10.0.0.10. اما ده خاص بالسيرفر، والسيرفر تقدر تعمل عليه اكتر من ايه، اكتر من سكوب. طبعا البوليسي دي برضو هي البوليسي اللي هنا، بس على برضو على السيرفر كله. في هنا الفلتر، بتروح تعمل للسكوب بتاعك، تعمل له، او للاتش سي بي سيرفر بتاعك تعمل له سواء allow او تعمل له deny. طبعا واحده بس منهم اللي بتطبق. تمام. احنا كده شرحنا الحاجه اللي في الدي اتش سي بي سيرفر. المره الجايه بقى ايه تبقى ايه حاجه كده زياده، اللي هي الحكايه اللي احنا قلنا عليها، اللي هي الراوترين والماركتنج والسيلز. هنطبق الكلام ده في المحاضره الجايه باذن الله، عشان الفيديو ما يبقاش طويل. وانا برضو يعني بتعب من لما الفيديو يبقى طويل. فالمرة الجاية بإذن الله هنشرح الايه الحكاية ديت. وإلى اللقاء في محاضرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.